السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة بيت حنونة. ان شاء الله تكونوا كاع بخير وكاع في صحة جيدة. كما راكم تشوفوا اليوم غادي نقسم معكم وصفة الشامية اللي انا نديرها، يعني وصفة قلب باللوز الشامية، ولا كاين اللي يقولوا لها الهريسة ايضا. دونك كما راكم تشوفوا غادي نديروا يعني الوصفة. هذه الوصفة انا راني محسنتها شوية يعني، ولكن الوصفة الاصلية غادي نقولها لكم في يعني في هذا الفيديو ان شاء الله. الناس اللي ما تبغيش بزاف الهضره ماذا بها تخرج من الفيديو، لانه راح نهضر في هذا الفيديو، غادي نهضر اللي ما تعجبهاش هضرتي ماذا بها يعني تخرج من الفيديو. دونك الوصفه تاعنا واش لازم لها 3 عبار نتاع 3 عبار نتاع السميد يكون خشين بزاف. اول حاجه نعبروه في السني اللي غادي نديرو فيه الشاميه. لازم كي ديروا في السني كيما راك تشوفوا انا نعبر بان دوا، يعني الخط الاول تاع هذاك يعني الصبع نتاعنا تاع الشاهد لازم يجي فيها، يعني نعبروا بها سي سا كون دي ان دوا سي سا. المهم نحطوها في السني، لازم يكون فريمون يعني مخصص للشاميه. ودونك 3 عبار نتاع سميد خشين في 2 عبار نتاع السكر. هذه هي يعني الوصفه المعتمده عندي. نجيب السميد هذاك نتاعي مع السكر، غادي نخلطهم عادي كما راكم تشوفوا. انا هنا ما راني نحك ما والو، فقط راني نخلط يعني وندخل يعني السكر في السميد نورمال عادي. الناس اللي قالوا لي بزاف السكر نقول لكم هذه هي شاميه، سواء تاكليها كيما هكا ولا ما تاكليهاش. حاولت اني نزيد نقص منها، لانه هاد الوصفه راني ديجا منقصه منها السكر. هنايا نديرو فيها شويه نتاع الملح، يعني قرصه تاع الملح فقط باش يعطينا هذاك الكو. هنايا نص كاس نتاع دهان يكون دايب كما راكم تشوفوا. هنايا نص كاس نتاع دهان يكون دايب اللي هو الزبده، غنحطوه في السميد. وهنايا نعاودو نزيدو نخلطو كما راكم تشوفوا. قلت لكم الناس اللي قالوا بيان سور اللي مريض يعني ربي يشافي كل المؤمنين يا ربي، ما لازمش ياكل هذا القلب اللوز لانه يعني مسكر بزاف، وما لازمش ناكلوه بزاف ايضا، يعني بشويه يعني امتي كاري هكا شويه ما يضرش. المهم نخلط مليح ونجيب هنايا كاس راح نحط فيه نص يعني اللي عبرت فيه الزبده باش يعني ما نضيعهاش. وراح ندير فيها راح نكملها بالمزهر. هنا المزهر نتاعي لا كاليتي تاعه مليحه، يعني النوعيه نتاع المزهر تاعي مليحه، لا كانت النوعيه تاعكم ديروا نص نص. ونعاود نجيب هذاك الكاس ونروح للسميد نتاعي ونبدا. شوفوا كي راني ندير كي شغل راكي يعني تبركشي في الطعام، يعني غير بشويه، ما تحطوش الماء كامل، روحوا غير بشويه وبالعقل حتى اللي تشوفوا يعني السميد نتاعكم بدا يتعلق لكم في اليدين، وانتما تبقوا ما تعجنوهش غير بالكف تاع اليدين ولا بلي دوان تاعكم تاع يديكم. خلطوا غير بشويه وروحوا معه غير بالعقل وساحفوه غير بشويه، يعني باش يجيكم وباش ما ينشف لكمش في لا كويسون. دونك هنا كيما راكم تشوفوا هنايا خدات لي كاس ناقص منه شويه. هنايا على حسب نوعيه السميد نتاعك. انا السميد ساعات نفس النوعيه ونفس الماركه ساعات تاخذ لي كاس كامل، وساعات تاخذ لي كاس ناقص. هنايا في هذا الفيديو كيما راكم تشوفوا هنايا خدت لي، تشوفوا كيفاش انتي ما خاصك تيا ما لازمش تشمخيه بزاف حتى اللي يتعجن، يعني شويه كي تشوفيه بدا يطلق العلك ما بين يديك تما كاينه عاده كاينه حبسي. وهذا يعني صراحه يعني افيك ليكسبيريونس، يعني غير بشويه باش تعرفي. هذه هي يعني وهنايا غادي نحطها في الماعون وغادي نغلق عليها ونخليها بدرجة حرارة المطبخ، ما ديروهاش في الفريغو ولا في مكان بارد. علاش؟ باش الحبيبات نتاع السميد نتاعنا تطرى وتشرب السكر نتاعنا. دونك انا غلقوا عليها مليح، ضروري عندكم يعني تغلقوا عليها باش ما يبس لكمش السميد. تعرفوا السميد مع السكر غادي يبس لكم. دونك هنايا غطيتها في الاليمونتير ونروحوا للشربات. هنايا هذه الليله قبل الغدوه باش نطيبوها. هنا الشربات نتاعي 2 كيلو ونص نتاع سكر في 3 كيلات نتاع الماء. يعني هنايا بيسك انا كيلت بالكاس فدرت كاس نتاع سكر عفوا كاس ونص تاع سكر في 3 كيسان نتاع ماء. هذه هي الوصفه. بغيتو ديروا 2 كيسان ديروا فيها 4 نتاع الماء، يعني 2 كيسان تاع سكر، يعني خاصكم دوبليو
عبار نتاع سكر في زوج عبار نتاع الماء. نروحو نخلوه يغلي غليه ولا زوج، يعني حسب دقيقه ولا زوج، ومن بعد انايا نوخره من النار. وهنايا انا مازال راه يغلي، نزيد ملعقه كبيره نتاع ماء الزهر، هذه هي، ونخليهم يباتوا ليله كامله. هنا من غدوه لداك يعني نجيب السميد نتاعي، راح نقلع الفيل ونعاود نزيد نخدمه بهذيك شويه نتاع الماء والمزهر اللي بقالي. شوفوا كيفاش تشوفوا، شوفوا كيفاش ما راهش معجن، يعني ما لازمش تشمخوه بزاف وما لازمش يعني تنشفوه. هنايا الى ديتو كاس كبير، يعني السميد نتاعكم يشرب لكم هذاك الكاس، زيدوا الربع نتاع الكاس ماء، وزيدوا فيها شويه نتاع المزهر. وهنا نعاودوا نزيدوا نفس العمليه اللي درناها لافاي، يعني الليله مقبل، ونعاودوا نزيدوا كما راك تشوفوا غير بشويه بيديه حتى نشوفوا العجينه تاعي يعني بدات تعاود تزيد تطلق العلك نتاعها نتاع السميد، وهذا هو السر نتاعها. شوفوا كيفاش راني غير بشويه، ما رانيش نعجن فيها، غير بشويه بشويه، وبعد بالعقل تعرفوا وقتاش تحبسوا. هذه هي، لازم تعجنوها بزاف ايضا، لانه ساعات انا تاني يعني نعجنها بزاف وما تخرجليش. نجيب السميد تاعي اللي عبرت به من الاول، ندهنه بشويه نتاع دهان ولا سمن، انا هنايا درت السمن. دونك نجيب الحشو نتاعي، انا هنا استعملت اللوز بقشوره، قطعته يعني رحيته، دششته كما راكم تشوفوا، دششته يعني ماشي مرحي ماشي مطحون بزاف، وزدت له ملعقه صغيره نتاع الكاكاو. واللي عندها الكوكاو دير الكوكاو، ولكن فقط تزيد لها قليل من زيت نتاع اللوز المر. هنايا العجينه كما قلت لكم السميد نتاعي قسمته الى قسمين. القسم الاول غادي نديروه من تحت كما راكم تشوفوا، نحاول غير بيديا نسويه. نتوما كي تشوفوا يعني الخطره الاولى كي تشوفوا تقولي هذا ما غاديش يدير لي كاع السني، ولكن غير بشويه غير بشويه كما راكم تشوفوا حتى يكمل لك السني تاعك. وهنايا نجيبوا الحشو نتاعي ونحطوه فيه غير شويه. هنا نسيت باش نقول لكم علاش نديروا الكاكاو نديروا فقط باش يعطينا النظره الجماليه كما نقولوا حنايا، باش نشوفوه يعني قهوي من في الوسط، يعني مارون في الوسط. كنشوفوا هذاك الحشوه نحسبوها حنايا فريمون اللوز، هو سي فريمون انا هنا دايرتها باللوز، ولكن تقدروا تعوضوه ايضا بالكوكاو. ونزيدوا يعني ليطاب الاخيره واللي هي يعني الجزء الثاني نتاع السميد نتاعي هنايا، ونعاود غير بيديه غير بشويه كما راكم تشوفوا هنايا. كما راكم تشوفوا هنايا غير بشويه، نبقوا غير هنا غير بشويه. ومن بعد بكوبات غادي نحاول اني يعني نسويها، نعطيها نظره جماليه والاخيره نتاع قلب اللوز نتاعنا بالكوبات. يعني هذا يعاون بزاف. الا شفتوه يلصق لكم، انا ساعات نحطه في الماء ونعاود باش يعني نقدر نخدم به، باش نجم نخدم به. هذه هي كما راكم تشوفوا. ومن بعد نجيب هنايا شويه نتاع سمن، من الاحسن يكون السمن، لانه السمن ايضا يعطي نكهه شابه يعني القلب اللوز نتاعنا. ندهنه بشويه تاع سمن، ومن بعد راح نقطعه، يعني نديروا هذيك النظره الجماليه نتاع قلب اللوز، يعني نقطعوه. انا هنا نستعمل بقلب اللوز عفوا بكوبات، تقدروا ديروا يعني بالموز ولا بالخضمي، وزيدوا لها شويه تاع الكاوكاو من الفوق ولا اللوز. كما هنا استعمل بديت باللوز نكمل باللوز كما هنايا كما راكم تشوفوا. نكون حميت الفور تاعي على 180 درجه، ونطيبوها لمده 30 دقيقه با بلوس. يعني هذه من الاخطاء اللي كنت نديرها. درجه الطهي بزاف تاع لا كويسون، يعني بزاف ضروريه. ومن بعد نشعلوا عليها من الفوق يعني، وثاني افيك لا سيرفيونس. علاش؟ لانه الكوكاو ولا اللوز ينحرق بالخف. وهنا كي نخرجوها مباشره راح نسقيوها بالشربات اللي تكون بارده. نديروا لها المره الاولى كما راكم تشوفوا هنايا في الصوره، خلوها تشرب شويه. كي نشوفوا بدات تشرب عاد كينا نديروا الكميه الاخيره. هنايا استعملت الكميه كامله لانه راني متعوده على العبر نتاعي، يعني غير بشويه قلت لكم كما قلت لكم حتى تولوا تحكموا الوصفه نتاعها.
دونك نتمنى ان الوصفه تعجبكم. هنا من الاحسن انكم تخلوها ايضا ليله كامله، ومن بعد الغدوه عاد كي تقدموها افيك ام تي تي، يعني ما شاء الله. كما راكم تشوفوا هنا قسمتها لكم. انا هنايا تم قسمتها لكم لانه لازم عليا نصور باش نوجد لكم لا فيديو. دونك فوالا كما راكم تشوفوا هنا ما راهيش شاده روحها 100% لانه مازال باقي الجو خاصها تشرباه نتاع الشربات، ولكن صراحة الذوق ما عندي ما نقول لكم. عندي ما قصت من الشامية وقلب اللوز لحين ما يعني ضبط الوصفة الجيدة والمضمونة، يعني والضامن ربي، يعني كل واحد وعلى حسب الطريقة تاعه. دونك نتمنى ان الوصفه تعجبكم. غادي كامل نعطيكم المقادير في صندوق الوصف باش هكا يعني باش تعرفوا اكزاكتومون شحال ديروا في قلب اللوز تاعكم. ان شاء الله رمضان يدخل علينا بالصحه، تهلاو في روحكم والى الملتقى ان شاء الله.